لك الله يسعد لي اياكم يا اساطير. وهيدا الفيديو يا اخواتي شرح عن اعدادات الشوتجن وبالتفصيل كيف تلعب وتستخدم الشوتجن بالباتل رويال. هترككم بالفيديو وحاشرح لكم اياه. ليتس جو. اخواتي مثل ما شفتوا كيف قتلت الخصم، هلا هيدا بوت بس انا عم بشرح كيف تقتل خصمك. اخواتي السلايد، الحركة السلسة هي اساس الشوتجن. اذا حركتك منها سلسة ما تلعب شوتجن. يعني شفتوني عملت سلايد على الحيط، عملت لكم اياها سلو موشن لتشوفوها، رجعت سلايد على اليمين. هيدي السلايدات يا اخواتي هيدي هي اساس لعب الشوتجن. وايمك عد لل10 قبل ما تقوس، بس او مش لل10 يعني، بمعنى ركز بايمك وخلي بينجك يكون حلو، احلى من هيدا البينج. يعني انا هلأ بينجي كان 70 وشلته بهالطريقة، لو بينجي بالخمسينات بشيله بعد باسرع. وما تنسوا هيدا بوت. انا هلأ بحاشرحكم بجيم بلاي كيف بيقتلوا الخصم. شوفوا هاي على السرعة، شفتوها على السرعة يا اخواتي. السرعة اهم شي بالشوتجن وسلاسة الحركة باللاعب كتير مهمة. نجي هلا على الاعدادات يا اخواتي لاشرح لكم شو هن اهم شي بالاعدادات. اخواتي كل شي انا حاطه بالاعدادات اعملوا معروف حطوه، كرمال اذا انتو شي ناقصينه بالاعدادات فهو شي كتير مهم. هذه هي الاعدادات تعولي يا اخواتي. هيدا الضرر ضروري تفعلوه كونك لاعب شوتجن او اي شو ما كنت لاعب، لتعرف الخصم اللي بوجهك قديه تدمج. كتير مهم تعرف قديه تدمج، قديه دمه، كيف تبش عليه، ايزي ما ايزي. فكتير مهم تفعل هيدي الشغلة يا اخواتي. الضرر حطوها 100 واكبسوا على الزر مقدار الضرر، فعلوهن. المخصص يا اخواتي حطوه مثل ما انا حاطه بالضبط. التصويب وهول الاشياء كلهم فعلوهم مثل ما انا حاططهم بالضبط يا شباب صبايا. اي حدا عم يحضر الفيديو يفعل كل شي مثل ما انا حاطط بالضبط بالدقة. بالنسبة لاعدادات يعني كيف انا حاطط الازرار، ما ضروري تحطوهم مثلي. انا بلعب 4 اصابع فول جايروسكوب، فكل حدا بيعتمد على هو مثل ما هو بيلعب. وهيدي اللي عم بحركها انا مطفيها وحاطط الايم على الشمال ومعدل مطرح ما بتطلق النار على اليمين. فاذا انت بتلعب هيك ما في مشكلة، حطها هيك. اذا بترتاح هيك حطها، هاي حسب ريحتك. وانتبه والله ما حدا بيعلمك، انت بتعلم نفسك على الممارسة. انا عم بعطيك الطرق اللي بتسهل لك كرمال ما تجي وتدور. اخواتي اول وحدة حطوها تسارع، وحطها انت قد ما بدك. ليه تحط التسارع اول وحدة يا شباب اللي قلطت عنها انا؟ هيدي كرمال يبرم لاعبك فول رينج. لانه اذا بتحطها بالنص او اول وحدة ما حيلف اللاعب تاعك 180 درجة او 360 درجة. فهيدي كتير 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 مهمة يا اخواتي. هيدي يعني سوبر مهمة. وبالنسبة إذا هيدي حساسية الكاميرا الشخص الثالث، إخواتي هيدي إذا أنت حضرتك ما بتلعب جايروسكوب لازم تقويه أكتر من 100. أنا بلعب جايروسكوب فمعتمد على الجايروسكوب حاطه 180 عندي أو 190 هيك شي. هي قد 180. فمهم هيدي اللي بتخلي الكاميرا تزيح يمين وشمال لازم تكون عندك عالية. تمام يا إخواتي في ناس بتحط لكم إعدادات وهي ما بتلعب بهالإعدادات أصلا والله، كرمال ما تفيد الناس. فأنا عم بجرب ساعدكم أكتر ما فيي وأخدمكم بهيدي الأشياء. وارجع أكرر، ما حدا بيعلمك كيف تلعب، أنت بتعلم نفسك على الممارسة. أنا عم بعطيك الطرق اللي هي بتعوزها أنت لتصير محترف. أنا مش عم بعلمك، أنت بتعلم نفسك، أنا عم ساعدك. يعني مثلا هلأ لنجي لهون، ما تمشي بهيدي الطريقة وتلعب شوتجن. هيدي الطريقة هاي اللي بتقوص فيها هيك، منك عم تلعب اس ام جي يا عمري. هيدي حركة اس ام جي ما تلعبها نهائيا. سلايدك قوس، سلايدك قوس. اذا قاعد اللاعب عندك يعني بينجك عالي بال60 70، زبط بينجك والعاب او ما تلعب شوتجن. شايف كيف اللاعب عندي عم بيقعد او عم يعمل ريلود؟ زبط بينجك، زبط حساسيتك. لازم الكاميرا تكون عندك 360 او 180. هيدي الطريقة بالهيب فاير ما تقوس فيها نهائيا نهائيا نهائيا. ما انسى هيدي الطريقة. هيدي لعبة طريقة اس ام جي، سلايد وهيب فاير.
سلايد وكوك سكوب. بهيدي الطريقة بتنجح بالشوتجان وخصمك بيكون ايزي. انا عم بعطيك الطريقة السلسة يا اخواتي كرمال تلعبوا بطريقة احترافية جدا. منك قوي هاي الاس ام جي، اتكل على الله، قوي حالك، عميل سلايد بالاس ام جي، خلي كل الطلق الاس ام جي عبي بالعمود او بالخصم اللي بوجهك، ما تضيع طلق برا، بتصير لاعب محترف. لما تصير محترف بالاس ام جي لوب شوتجن. واهم شي بالشوتجن السلاسة باللاعب اللي انت عم تلعب فيه، يكون قادر عارف امتى تعمل سلايد، امتى تعمل جامب، امتى ببيت مثل هيدا مثلا. كيف ليك كيف اللاعب تاعي عم يمشي ليك، شفت كيف هلا اذا لاحظت انت انا خبطت بالصندوق عملت سلايد على الصندوق، عرفت علي؟ يعني بتعمل سلايد على الحيطان، بتعمل سلايد على الصناديق، بتعمل سلايد على اي شيء انت قادر تعمل عليه سلايد، عميل سلايد وهيب فاير او كويك سكوب اذا خصمك قريب منك. عموما يا اخواتي حاترككم انا بالمقطع منزل جيم بلاي جلد فيها قد ما بدك، 4 3 2، حاترككم فيها بالفيديو، وحاترككم باخر المقطع اعدادات الشوتجن اللي هي البي واي، الاتش اس، والكي ار ام. ان شاء الله ينال اعجابكم المقطع. اشوفكم بمقطع جديد، مشاهدة ممتعة. ليتس جو. لا كلاس قوي، بيعطيك سرعة كمان. ها وين معنا حضن يمكن عالم. والله كفو انا كنت ميت. ها خلوني قنبلة. يا زلمة الكمبر، يا الله الله ربك. نفسه اللي تركته، ها نفسه هذا اللي تركناه، والله نفسه اللي هرب، تركت لك اياه وهرب. ما يلعنوا ليك. ما بعرف انت دقيقة وشوي. The last revive flight will arrive in 1 minute. يمكن ما عارفين فيك. ها هدول نفس السكواد، يا ريت هنا، يا ريت والله يا ريت. تعال لي ترك الاخير اذا عرفتهم. باقي 35 ثانية. Down to the last 5 teams.
الزون راح يمشي ها. شوف انت خليني امشي شوي قبلك. فايت دخلوا فايت. 14 10 16 قاعد مريبوا بعض شفتوا؟ بنزل عندك ولا لا؟ ما اضرب عليهم، بركي بجيبك على طرف الزون. ما اضرب. فتت والله. تعال عندي اذا فيك. انا ما في بس عم جيب سلاح. والله والله اني انا اكبر غريب في الدنيا يا الله. والله اني منوب انا. يطلع The safe zone is collapsing. اقسم بالله العظيم اسطوره. والله اسطوره. وحش وحياة الله كفو. لا هلا بس قناص وانتبه. بس في نقطة كمان، انت باللايف ما بتلعب كفر كمان. بندوش كثير قبل نحن. يمينك في واحد غير القناص، قدامك على الزبط، يمينك على الزبط. ما معك دام؟ انا احقر فيه في العالم. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Teams left, getting close to victory. خبي هذا الجيم ما تنزله فورا. نزل اول شيء هداك تاع السلاح الجديد، بعد كام يوم مثلا نزل هيدا. يكون عندك جيم حلو حضره خالص. تعلم اللعبة بالحكي.